اهلا بكم. بلا شك ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور شادي علي حسين منورنا النهارده. اهلا دكتور شادي. اهلا بيك يا دكتور. مهمه صعبه مش سهله. في شغل كتير، في نوعيه مريض لن يقبل باقل من الاداء البيرفكت، الاداء الكامل في تنظيم سنان وتحويل الابتسامه لشكل اجمل. ايه بقى المشاكل هنا؟ زي ما انت شايف كده، كنا بنتكلم، شايف الناب طالع لبره ازاي؟ السن اللي جنبه لو بصيت على ارتفاع اللثه بتاع القاطع اللي جنب الناب والقاطع اللي جنبه، أيوة. هتلاقي ان اللثه نازله لتحت جدا، حوالي 2 مللي، وراجع الناب وراجع شويه لورا، راجع لورا. او يمكن التاني اللي طالع قدام بالظبط. لو انا جيت طلعت السنان دي لورا من غير ما العب في اللثه، هيبقى شكل اللثه طالع ونازل، هيبقى شكلها سيء جدا جدا. فلازم الاول نعدل شكل اللثه، اخلي الارتفاع بتاعها زي اعلى لثه موجوده بالليزر. عظيم. اعلى لثه موجوده فين؟ عند الناب. عظيم. فارفع اللثه بتاعت الاربع سنان اللي في النص قد الناب. حلو. بعد كده نبتدي البومبي او الكيرفتشر اللي بره ده، التقوس اللي موجود في الناب ده، نقلله وندخله لجوه. اوكي. في النابين، ونيجي نزود الكيرفتشر بتاع السنتين القاطع اللي جنب القاطعين اللي في النص، نطلعهم لبره شويه. طبعا تحت برضو محتاج شغل، لان هي كانت عايزه لون اللي هو سوبر وايت، بس برضو ناتشرال، يعني حاجه طبيعيه بس لون فاتح، اكني عامل تبييض في اسناني. اوكي. فاتفقنا معاها ان احنا نعمل ال10 سنين اللي فوق في جلسه، وال10 سنين اللي تحت في جلسه ثانيه. اوكي. فاحنا النهارده في الحلقه هنعمل ال10 سنين اللي فوق. تمام في جلسه واحده. اوكي. هنبتدي اول حاجه نعمل ايه؟ زي ما اتفقنا دايما بالميكروسكوب، ابتدي بالليزر احدد اللثه. هي ما كانش عندها مشاكل في حشو العصب؟ الحاله دي النابين انا عملتهم حشو عصب والله. كانوا الاثنين مسوسين؟ مش مسوسين، لما انا اجي اعدلهم هيتقاطع مع العصب بتاع السنه. ايوه. فانا يعني العصب ماشي في نص السنه، انا هاجي ارجع الناب ده 4-5 مللي ورا، فهتقاطع مع عصب السنه، فهضطر اعمل حشو عصب. عظيم. اول حاجه وده عرفناه من الاشعه المقطعيه قبل ما نبتدي. اول حاجه ابتدي بالليزر، اقطع اللثه، ارفع اللثه دي لفوق. ابتدي ان انا بالليزر مع الميكروسكوب ارفع اللثه دي لفوق، اخليها في مستوى الناب عشان اللثه كلها تبقى في ارتفاع واحد. يبقى انا هقطع في اللثه فين؟ في الاربع قواطع اللي قدام. اوكي. تمام. زي ما احنا شايفين مفيش نقطه نزيف، مفيش نقطه دم بتنزل. ليه؟ لان الليزر بيقطع من غير ولا ألم ولا نقطة دم ولا أي حاجة خالص. تبتدي إن أنت تشكل اللثة. إحنا بنرسم لوحة كاملة هنا. أنا ما بعملش حاجة على قد سنة ولا سنتين، لا، ده أنا بعمل ال10 سنين الأماميين في قعدة واحدة وفي جلسة واحدة، إن أنت تقدر تلم بإن أنت تبقى دكتور حشو عصب بيشتغل حشو عصب، مع الليزر في التجميل، مع الميكروسكوب، مع الكمبيوتر. تقدر تعمل الكلام ده كله. لو انا بحاول الكلام ده يا دكتور ايمن من دكتور لدكتور، المريض ده عمره ما يخلص في جلستين ولا 3، ده هيخلص في 3-4 جلسات. تمام. هنا بقى بنغسل شويه ده غسيل يهدي. لا انا بشيل من ماده السن اهو 1 ملم. اوكي. شلت من ماده السن 1 ملي بالظبط. عظيم. بحيث ان انا ما اشيلش زياده في اللي انا عايز، ما اشيلوش زياده في اللي انا عايز اغير اتجاهه. لا، ده انا بشيل بس مش بالتساوي. يعني انا ممكن اشيل من هنا حته زياده، من هنا حته اقل، بناء على الدراسه اللي احنا عملناها بالظبط في الاشعه المقطعيه. عظيم. ما هو التايتل الكبير ده مش من فراغ. ايوه. لا، ما انت مش ده مش جاي من فراغ. اذا احنا عملنا التجهيز واللثه ظبطناها كويس كده، وعملنا تجهيز الاسنان بالظبط كده. هنبدا نصمم بقى ولا هنبتدي محمد بقى. دكتور محمد احنا يعني على فكره مش مدينه حقه، وبقى لنا كام حلقه كده بنتكلم عنه. ايه دكتور محمد ونروح ماشيين ولا بنجيب صورته ولا حاجه. لا، محمد از انترناشونال ترينر. موجود. محمد انترناشونال ترينر، مدرب معتمد عالمي من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي. يعني لما بيجي يشتغل واحد يمسك الجهاز يبقى لازم معتمد بيه عالميا، بيدرب عالميا، بيدي محاضرات عالميا في طب الاسنان الرقمي. تمام. فدي حاجه برضو مهمه جدا، ان احنا مش اي حد هيخش يحط ايده في بق مريض. بالظبط كده. ده مهم قوي. تمام. الدكتور محمد هيبدا يعمل بقى شغل. بالظبط. نسمع بقى. احنا دلوقتي يا شيان بناخد مقاس ضوئي بالكاميرا الليزر دي، بدل الطرق التقليديه بتاعت زمان. انا كنت باخد المقاس بعجينه واديها المعمل واستنى لغايه لما تصب، وبعد كده المعمل يبعتها لي عشان خاطر اسلمها، ودي طبعا كانت بتاخد اكتر من زياره. دلوقتي الموضوع مختلف، احنا بعد ما بنحضر السنان
بنصور بالكاميرا الليزر دي وبنخلص الشغل وانت قاعده، مش محتاجين اكتر من زياره. اكتر من مكنه ما تصور يعني. شريهان طبعا مستسلمه خالص، ومحمد يا عيني كابس عليها بايده بيصور يعني هو مركز جدا. محمد يقدر ان هو يصور الفك بالكامل في 5 دقائق والله العظيم. يدايزن دي عجبتك المره اللي يدايزن يعمل ديزاين، يدايزن اللي هو يديزاين ويصمم 16 15 طربوش في ربع ساعه. اوكي انت فاهمني؟ فده اللي الدكاتره والمرضى كمان ما بيستوعبوهوش. تكنولوجيا مع خبره مع كادرات في نفس الوقت. تمام. انت فاهمني؟ هنبدا احنا دلوقتي بقى خلاص، احنا ظبطنا، اشتغلنا بالميكروسكوب على النابين وعملنا لهم حشو عصب، صح كده؟ بالظبط. وجهزنا وبدانا نجهز خلاص ديزاين، وعملنا ديزاين وهنركب. انا دخلنا الحاجات بقى المكن عشان ايوه المكن كله يخرط لو 10 طرابيش زي هنا هم هياخدوا 3 و3 خلاص تقريبا خلصت يعني كل واحده هتاخد ساعه الا ربع. كل مكنه هتعمل، كل مكنه هتاخد ساعه الا ربع في ال3 طرابيش بتوعها. فانت في ساعه الا ربع خلصت 9 طرابيش، وربع ساعه خلصت الطربوش الثاني. ادي الساعه ادي الساعه ساعه خرط والديزاين والتحضير والليزر والكلام ده كله بياخد له نص ساعه الا ربع. وعلى بال ما يخش الفرن ويتلزق انت بتتكلم في ساعتين. يعني لو حتى 3 ساعات الليله يعني جت 7 مشت 10 مثلا. تمام. انت فاهم قصدي؟ ف اتس سنجل فيزيت. سنجل فيزيت خلصت في سنجل فيزيت، وكانت الريزلتس الحمد لله كانت امبرسيف. طيب نشوف بقى هي نلزق الاول. اللزق بقى ده برضو عمليه مش سهله. بالظبط. بيبقى ليها طبعا تقنيه معينه في اللزق، طريقه معينه في اللزق. دي فول كفر. ده سيرك، ده الحاجه ده السيرك الاي ماكس سيرك. بس ده فيري سبيشال كلر وفيري سبيشال اوباليسنس، او نوع من انواع الشفافيه والبريق المختلف. دي قبل 1، ده 0. ده الزيرو؟ ده قبل 1. This is number 0. فده اللي هو البليتشنج كلر. البليتشنج. انت فاهم؟ اكني عامل لها تبييض في اسنانها، بس اسنانها دي طبيعيه، غير الزيركون والحاجات الاوبيك دي ما بتعديش الاضاءه. شايف ده بيعدي الاضاءه بمنظر بشكل رهيب. فانا اي فيل ان هي طبيعيه، غير لما تبقى حاجه عارف فيه ابيض تلاقيه ابيض تحس ان هو تباشير. انت فاهمني؟ ده الزيركون. لا، الابيض ده انضف 100 مره، لان هو بيعدي الاضاءه. شايف السنان از بيرلز، لا زي اللؤلؤ. انت فاهمني؟ انا بيرلي وايت. بالظبط. نبتدي ابيض لؤلؤي، نتشك ايه الفراغات في اي حاجه موجوده، فراغ حوالين السنان، في مفيش طبعا، لان التحضير بالميكروسكوب، التقفيل بالكمبيوتر، مفيش اي فراغات ما بين السنان موجوده، مفيش اي فراغ ما بين اللثه وما بين السنه، فبالتالي هيفضل الشكل الحلو ده موجود، مش هيحصل التهاب في اللثه از لونج از انك بتعملها زي السنه الطبيعيه وبتغسلها كويس وبتعملها فلوسنج والكلام ده كله. في ناس تلاقي ان هو يركب طرابيش لما بتعمل التحضير من غير ميكروسكوب، او يتعمل الطربوش في المعمل، تبص تلاقي باستمرار عنده خط احمر فوق التركيبات بتاعته، نتيجه ان هو في فراغ ما بين السنه وما بين الطربوش او الكفر، فبيجمع بواقي اكل ميكروسكوبيه صغيره جدا، تبتدي تعمل التهاب مزمن في اللثه. تقول لك على طول بعد ما ركبت تركيبات اللثه بتجيب دم، عندي التهاب محمر على طول. ده نتيجه ان التحضير مش سموث، لانه ما اتعملش بالميكروسكوب، والتقفيل اتعمل في معمل. طبعا الزيركون بتعمل في المعمل ده ما بيقفلش 100% على السن. طيب انا متشوق لسماع شريهان، وخصوصا ان شريهان هتحكي قصه مرتين. يعني المره دي احنا بنعمل الابر، الجزء الاعلى. لسه بقى ما تكتمل الصوره، لانه اكتمال الصوره بالنسبه لنا مهم قوي. ايوه بس برضه هتفرق معاها دلوقتي. هتفرق معاها. نشوف مع بعض. احنا دلوقتي خلصنا اول مرحله، وهي اسناني اللي فوق. اول حاجه بعد ما خلصنا قلت لهم انا عايزه مرايه بسرعه جدا. فضلت واقفه قدام المرايه لدرجه ان هم فضلوا يشدوها مني، وانا عايزه اشوف شكلي الجديد. مستنيه اشوف اراء الناس، مستنيه اشوف كومنت بتاع اصحابي.
حاسه ان انا عايزه اي حد يقول لي حاجه تضحك، حتى لو ما تضحكش بس هضحك عليها برضه عشان بقى عندي ثقه اكتر. احنا لسه قدامنا مرحله الاسنان اللي تحت. انا متحمسه جدا جدا ان انا اجي بكره علشان اخلص بقيه اسناني. عايزه اشوف شكل ابتسامتي النهائيه هتكون ايه، وطبعا زي ما عجبتني الاسنان اللي انا عملتها اكيد طبعا هتعجبني الابتسامه النهائيه. استنونا واستنوني وان شاء الله هيعجبكم النتيجه زي ما عجبتني. شريهان طبعا جميله في تعبيراتها، بتقول لك انا مستنيه اي حد يقول لي اي حاجه وانا هضحك يعني. شكلها اختلف خالص، وشها نفسه اختلف، اتفتح يعني. عضلاتها اللي كانت شداها ومستمر تاثيرها على طول، وهي كانت بتتكلم وهي قافله بقها. أيوة. دلوقتي هي بتتكلم وفاتحه بقها، فعضلاتها كلها بدات لفوق. أيوة. على فكره كان هيعمل لها كبر سن. أيوة. يعني بحكم خبرتي بقى في التجميل، كانت حته قفلتها لبقها المستمره دي كانت مع الجاذبيه الارضيه اللي هنا هي صغيره، كان مع الوقت كان هيشدها لها وشها لتحت، كان هيترهل بسرعه لو استمرت. دي حلوه. دي بتاعه التجميل بقى، اساتذه التجميل هيحكوا لنا الكلام ده كويس قوي. لكن مبسوطه هي ما شاء الله، وبان ان هي جميله جدا سوبر جدا. بيرلز. انت يو هاف، انا بقول للناس دايما ده لؤلؤ. انا عملت لؤلؤ، مش بعمل طباشير. يعني في فرق قوي 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 ما بين الطباشير وما بين اللؤلؤ. طبعا بشير اللؤلؤ دي حاجه ثانيه خالص. انا متصور شريهان فاضل لها بقى المرحله الاخيره، المرحله الثانيه بتاع السنه اللي تحتانيه، ودي كانت قاعده. هي قعدناها مع شريهان، عملنا لها 10 سنان فوق زي ما انت شايف كده. المنظر طبيعي جدا جدا، ودي اهم حاجه، ان انا برسم لوحه رائعه طبيعيه. حلوه قوي برسم ديت، وبديزاين لوحه حلوه قوي. ديزاين جميل جدا جدا. انت نورتنا النهارده، ربنا يخليك. ولان الجزء الثاني من الاثاره والتشويق والمتعه مع شريهان يعني هيبقى مفصلي ومهم جدا، لان الجزء التحتاني بان بقى عيوبه قوي لما انت صلحت الجزء الفوقاني قوي. طب كل شكر والتقدير للضيف العزيز اللي منورني النهارده، الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، استشاري ومدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس، دكتور علاج الجذور بجامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقم. نورت الدكتور شادي. ربنا يخليك. بعد هذا الفاصل اكيد حوارنا ما زال مستمرا، لكن مع الدكتور الحوار اكيد له شكل تاني، حوار من العقل ومن القلب، ولكن في صميم التفاصيل الطبيه. خليكم مع الدكتور، اوعوا تروحوا في اي حته تانيه.